السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض البقلاوة او جلاش بالمكسرات زي ما بتسموه، صنف كده من الاصناف الشرقية الجميلة بتاعتنا. عايزة اقول لكم هنعمله النهاردة بشكل حلو جدا، شكل احترافي للمبتدئين، للناس اللي هي اول مرة تعمل اي صنف من اصناف الحلويات. بس بجد هتطلع بنتيجه حلوه جدا، وما اعتقدش انك هتشتريه من بره تاني بعد الفيديو بتاع النهارده. ما تنسيش اللايك وكملي معايا الفيديو للاخر، ويلا بينا. اول حاجه هعملها عندي هنا هي الشربات لازم عندي لما اجي اسقي الجلاش يبقى بارد. عندي كوبايه من الميه وكوبايه ونص من السكر. بالنسبه لقوام الشربات لازم عندي يبقى تقيل، ما يبقاش خفيف، يعني ما يبقاش زي الشربات بتاع البسبوسه كده. بقلبه قبل ما بحطه على النار بالشكل ده. وكمان عشان اتاكد ان هو ما يسكرش مني، بجيب عندي فرشه وببتدي ان انا امسح كل الجوانب. هحطه دلوقتي على النار، مش هقلب فيه تاني، خلاص كده. اول لما بيغلي ببتدي ان انا اعصر عليه كده نص عصره ليمونه زي ما انتم شايفين. بعد الغليان دوت ببتدي احسب 6 دقايق على نار هاديه، وبعد كده اطفي عليه. هنا بقى نيجي للحشوة. عندك بقى مكسرات ماشي، عندك فول سوداني ماشي، اللي متوفر عندك هتقدري تشتغلي بيه. عندي هنا بقى كان ربع كيلو من الفول السوداني، ده متحمص ومش مملح، يعني سوداني عادي مش السوداني الاسواني. وكمان حطيت هنا كيس من الفانيليا و3 معالق كبار من السكر انا ضفته مع السوداني ليه؟ يطحن على اساس ان هو ما يقرش معايا كده وانا باكل الجلاش. هنا بقى هبتدي اديله طحنه كده. انا بطحن السوداني برضو ليه؟ بطحنه على اساس ان ما يخرمليش الجلاش وانا بلفه. فالمفروض يبقى ناعم معاكي، مش ناعم قوي اللي هو زي البودره، لا، يعني هيبقى بيخرفش كده على بسيط، وهو ده اللي احنا طالبينه. بضرب كده عندي بالهاند بلندر او حتى في المطحنه بتاعه الخلاط، وبيبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده قوام كويس جدا على فكره. هبتدي بقى انزله عندي، وزي ما انتوا شايفين ده كده زي ما قلنا القوام اللي احنا عايزينه. بالنسبه بقى للكميه، لو انت عايز تعملي صاجين هتضاعفي الكميه دي. بالنسبه للكميه بتاعت النهارده دي عملت لي صاج كامل، وده اللي هنشوفه دلوقتي. عندي هنا بقى اضافه تانية، نص كوبايه كده من جوز الهند الناعم. عايزه تحطيها ماشي، مش عايزه تحطيها مفيش مشكله، بس هي اضافه وبجد طعمها بيبقى حلو قوي في قلب الحشو. بزود بقى عندي هنا ربع كوبايه من الشربات، مش الشربات التقيل، لو عندك اي شربات خفيف كده تقدري ان انتي تحطيه عندك على السوداني والجوز الهند والسكر اللي احنا حطيناهم مع بعض. الحشوه عندي هنا لازم تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، تبقى ماسكه نفسها شويه، على اساس لما اجي احشيها وبعد التسويه ما تنزلش مني، وطبعا دي هتبقى نتيجه مش عايزينها خالص. هنا بقى لو عندك صينيه، عندك صاج، اي حاجه هتقدري ان انت تستخدميها، بس يفضل جدا الحاجه اللي تشتغلي فيها تبقى عندك مستطيله، على اساس برضو تديكي نتيجه كويسه، وكمان هتسهل عليكي في التقطيع زي ما هنشوف دلوقتي. اديتها كده مسحه من السمنه او حتى من الزبده. ونيجي هنا بقى للجلاش. الجلاش لازم عندك يبقى صابح، دي اول حاجه. ولو عندك في الفريزر المفروض انك بتطلعيها قبل ما تشتغلي بوقت كده طويل، تفك براحتها خالص على اساس ما تتكسرش معاكي. تاني حاجة المفروض ان انا كمان احطه عندي في صينية كده، يعني يبقى مفروض، واغطيه عندي فوطة لانه بينشف بسرعة جدا، يعني طول وقت الاستخدام اجيب راق كده واروح مغطية عندي الفوطة تاني. هجيبه بقى كده راق واحد بس اللي هستخدمه كل مرة على الرخامة عندي تبقى نظيفة جدا. وببتدي احطه كده من غير صينية ولا اي شيء، وادهن دهنه كده كويسه من السمنه. بالمناسبه عندي نص كوبايه من السمنه، ويدوق بس يحطها على النار على اساس تبقى سايله معايا واعرف ادهن بيها بشكل كويس. دهنت زي ما انتم شايفين، وابتديت احط كميه كده يعني متوسطه، لو عايزه كتير او قليل ده بيبقى على حسب براحتك خالص، تقدري تعملي اللي انت عايزاه. وبعد كده بظبطها وابتدي الف بالراحه جدا. اخلي بالي وانا بلف ما تبقاش فيه كرمشه او اي حاجه خالص، وبلف ما تبقاش معايا كمان اللفه سايبه، يعني الف عندي كده باحكام، وتبقى الرول كده زي ما انتم شايفين ماسك نفسه. هرصه كده ورا بعض ورا بعض في الصينيه، وده طبعا هنشوفه دلوقتي. بعمل برضو واحده واثنين وثلاثه على اساس نشوفه بشكل كويس جدا. اهم حاجه الدهان ده اللي انا بدهنه ده ادهن بشكل سخي، يعني ما تبقاش ناشفه معايا، عشان لما اجي الفها وتستوي تورق معايا، ما تبقاش الرقات ايه على بعضيها كده، وكمان ما تدينيش القرمشه اللي انا عايزاها. يعني انا عايزه تبقى من جوه كده من عند الحشوه طريه، لكن الرقات كلها عايزاها تبقى مقرمشه معايا. بالنسبه بقى للحشوه تقدري زي ما قلنا تحشي اي حاجه. عندك مكسرات مفيش مشكله نقدر نحشي، ما عندكيش وعايزين نوفر شويه نقدر نعمل الحشوه اللي انتوا شايفينها دي. عايزه تغيري في الحشوه شويه تحطي مع السوداني كنافه، برضو دي كلها اختيارات، واللي انتي عايزاه تقدري تعمليه، وكلهم برضو هيطلعوا حلوين جدا. طبعا اللي بيتبقى عندي من الجناب كده ما برميهوش، انا بحطه عندي تاني في قلب البوله. الرخامه زي ما قلنا تبقى نظيفه، وبنشتغل بايدينا، دي حاجتنا بنعملها بكل نظافه.
بالنسبة بقى للسمنة لو عايزين نغيرها تبقى زبدة هنسيحها برضو نخليها تفك ونستعمل الزبدة. وكمان رمضان قرب كده، عايزة اقول لكم الحلويات الشرقية بتبقى اكتر حاجة مطلوبة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، يعني رمضان على الابواب، فاضل له حاجات بسيطة، الايام بتجري بسرعة. ونقدر نعمل لو عندنا عزومة او حتى الايام دي لو عندك مناسبة او عيد ميلاد تقدري تعمليه، وبجد حلو قوي. موفر يعني نظافة كمان، خبرة تقدري يعني تاخدي خبرة كده من الحاجة. لو هتبوظ معاكي مرة التانية والتالتة والرابعة هتنجح معاكي. مفيش حد ابدا ييأس من اي حاجة بيعملها، حتى لو باظت منه كده اول مرة. كلها بتبقى تجارب في الحياة، محدش بيتولد خبير ولا عارف كل حاجة. الحياة كده بتعلم الواحد واحدة واحدة، بس اللي عايز يتعلم بيتعلم، واللي مش عايز لو حتى الحاجة قدامه اسهل ما يكون برضه مش هيقدر يعمل. انا بتكلم الكلام ده ليه؟ على اساس يعني الواحد لو غلي عليه حاجة مش هتقدري ان انت تجيبيها من بره، تقدري تعمليها في البيت، وزي ما قلنا هتبقى حلوة قوي. وان كانت مش بيرفكت ولا هي يعني 100%. بخلص طبعا عندي الكمية كلها زي ما انتم شايفين، وكانت سهلة وحلوة. لفة الجلاش قضت معايا الصاج اللي هو اللي انتم شايفينه ده 30 في 40، وبجد عامل كمية كبيرة حلوة جدا زي ما هتشوفوا. هنا بقى ابتديت ان انا اديله كده دهنه كويسه من السمنه بالشكل ده، يعني دهنه سخيه كده على اساس لما يدخل عندي الفرن ياخد وش حلو قوي. بعد لما بديله بقى الدهان ببتدي ان انا اوسع كده بشوكه بمعلقه بسكينه باي حاجه، على اساس برضو لما يدخل عندي الفرن ياخد تسويه كده كامله من تحت ومن فوق حتى من الجناب كده بشكل كويس. بعد ما بدهنه بقى مش قبل ما يدهن ببتدي ان انا اقطعه، بجيب عندي السكينه وببتدي ان انا اقسم في النص الاول، يعني اعمل التقسيمه كده في النص عشان لما ياخد بعد كده كده الارباع تتقسم معايا، وكمان تبقى معايا مظبوطه زي ما هتشوفوا دلوقتي. قسمت كده من النص، وبعد كده كل نص هقسمه 2. عايزاه بقى صغير عايزاه كبير، ده بيرجع ليكي انتي خالص. يعني ممكن اقسم حتى كمان اللي انتوا شايفينهم القطع الصغيره دي 2 زي ما انا عايزه اخليها كده برضو مفيش مشكله. بس يعني دي تقسيمه مظبوطه جدا، يعني ده كده اللي بيبقى موجود قوي بره لو انتي هتشتريه من بره. هنا بقى برضو بخلص عندي التقطيع، بكون مسخنة عندي الفرن على درجة حرارة 180 مش درجة حرارة عالية. لو انا دخلته على درجة حرارة عالية هياخد وش بسرعة، وكمان هيبقى من جوه مش احسن حاجة، وكمان مش مستوي، مش هيورق بمعنى اصح. ده كده شكله في نص التسوية. بيقعد قد ايه عندي في الفرن؟ بيقعد حوالي نص ساعة. اول لما بياخد لون من تحت ببتدي اشغل الشواية واخلي بالي طول الوقت، وافضل ايه يعني الف كده الصاج يمين وشمال لحد ما بياخد اللون المظبوط جدا اللي انتوا شايفينه ده. اول لما بيطلع وهو سخن والشربات عندي بارد ببتدي ان انا اسقيه، بنزل الكميه كلها اللي احنا عملناها النهارده بتاعه الشربات، سقيتها كلها بيه وما بغطيهوش ولا اي شيء، بسيبه لما بيبرد خالص وابتدي ان انا اقدمه. زي ما انتم شايفين شكله حلو قوي مظبوط، تسويه من تحت ومن فوق. عايزه اوريلكم شكله بصراحه، يعني الكاميرا كده ظلماه، شكله حلو قوي وذهبي جدا. وبكده يكون خلص معايا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك، وكمان تجربي الجلاش الحلو ده. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وسلام عليكم.